بالك تشبك فشين شي يعدوك في لاتيلين تبسيمة والعارك ليه هذه هي الكاميرا كاشين ولا لا 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 اجا وعمل طلع. متابعي قناة الجنوبية، اليوم فريق الكاميرا الخفية مش استنبط فكرة جديدة، حكاية قديمة ولات عبارة أسطورة الناس كل تعاود فيها حتى حد ما تجرأ باش يصورها. احنا اليوم باش نصوروا حكاية جديدة، تصور نمشيو الفلاح ونطلبوا منه انه باش يعاوننا في تصوير فيلم وثائقي على تربية المواشي، ومن خلال تصوير الفيلم هذا باش نهزوا له العلاج نتاعو باش نشوفوا ردة فعله. تابعونا في الحلقة هذه. متابعي قناة الجنوبية، مرحبا بكم في برنامج عن قرب. عن قرب يجوب جميع مدن وقرى وأرياف جبال وصحاري تونس ويتقرب من المواطن لكي يعيش معه اليومي. اليوم مشينا المنطقة ريفية محليها برشا برشا، الحاجة اللي لاحظتها انه أشجار اللوز بالحق منتشرة بطريقة كبيرة برشا، اللوز والزيتون محليها القرية ذي. آخر البرنامج نعملوا تشنشينة وتطلعوها البلاصة ذي، لكن قبل ما نمشيو لتشنشينتنا تاع سيدي رمضان كلكم ساعة ان شاء الله رمضانك مبروك. كل عام وانت حي بخير يا بابا. وربي يحييك لمثاله. السيد هذايا ذايع صيته في منطقته، الناس كل تعرفوا بعلاقته الوطيده وارتباطه الشديد جدا جدا بقطيع الاغنام نتاعو. انسان معناها عنده علاقه محبه كبيره برشا للاغنام نتاعو. كيفاش تقضي نهارك في سيدي رمضان؟ كان بالهوايشات اللي عندي. معناها نهار كامل كيفاش تعديه؟ نهار كامل الصباح نخرج نص نهار نروح نخرج العشيه، هذيك هي خدمتي، هذيك هي. هذوكم هما روحي، هذوكم هما كل شيء اللي عندي. باهي سي الاسعد، شنو يمثلوا لك الاغنام نتاعك والقطيع نتاعك؟ شنو يمثلوا؟ هذوكم اللي عندي انا، ايش يمثلوا لي؟ هذوكم هما حياتي، هما كل شيء. معناها كاني العيله نتاعي، هذيك العيله الثانيه اللي عندي. معناها عندك علاقه حب كبيره برشا للاغنام نتاعك، علاقه اكثر من حب، اكثر. معناها تصور انت واحد حل عينيه يلقى الهواشات قدامه، فهمت؟ هذيك هي الحكايه ملي تخلقت وانا مع الهوايش. فهمت؟ والله باللي سمعنا وباللي برشا حكايات وصلونا على السيد هذايا، معناها ما بين الطرائف اللي صارت له انه في العيد ما يحبش يبيع علال. شو علاش؟ خاطر ما يحبش يفارقهم. هذايا من اللي حكاوه لنا اهالي المنطقه. صحيح الحكايه هذيا؟ صحيح. بعت علوش، بعته وندمت عليك، بعته معناها بعته الواحد معناها معرفه. فهمت؟ هذيك هي معناها ماذا بي ما نبيعش حتى شيء. انا عندي الوالد الله يرحمه كان يبيع، انا ما نبيعش. الله يرحمه. باهي صديقي، اليوم حابين نوصلوا ميساج، حابين نوصلوا رساله للشعب التونسي بسيدي رمضان. راهي ثم ناس راهي عندها علاقه محبه، علاقه تواصل، ماهيش علاقه فلوس ومنفعه ومنا، ومازال الخير في تونس، مازال الامل في تونس. اليوم باش نعيشوا تجربه معاك. سؤال، تتخيل نهار انك مش تفارق الاغنام نتاعك؟ صعيب شوي، صعيب ياسر. ما تتصورش روحك تعدي نهار من غير هواش. ما نكذبش عليك، ما نفارقهمش. فما واحد يفارق وليداته صعيب ياسر، كان سلموت. معناها وكانه علاقتك بالاغنام نتاعك كانها علاقه عباره اولادك تحكي عليهم. ولادي معناها ولادي الثاني، هذوكم هم ولادي الثاني. باهي احنا تو باش نعيشوا التجربه ذي مش تعيشها لنا في قناه الجنوبيه حصريا. ان مش تخيل انه احنا العلاج نتاعك مش نهزوهم معانا وانت تبايبي على علاجاتك، باي على علاجاتك، ومش نصوروا الملامح نتاع وجهك، الحزن والتاثر، ومتاكد اللي مش تكون صادق معناها في المشهد هذا. حول الله ما فما حتى مشكل. نصوروا المشهد هذا مع بعضنا مع بعضنا، ما فما حتى مشكل. باهي الاولاد باش نعبيوا العلاج توا، مش نصوروا مشهد الفراق والوداع لصديقنا الاسعد للهوايش نتاعو. هاي الاسعد نبداو على روحنا. هاي يا فتحي يلا من غادي. هاي عبي يلا. هاي نعبي واي. تشبك فشين شي يعدوك في لاتيلين تبسيمة والعارك ليه هذه هي الكاميرا كاشين ولا لا 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 اجا وعمل طلع وشوفوا ملا عاملة في الكاميرا كاشين. هلا بك يا ماما، رمضان يحب اللمة والضحكة اللي عنا كل كات فوكات باشين. باي يا ليليشاتي، باي. سامحني يا حمد. هاي ارجعوا، باي ارجعوا، هاي ارجعوا، هاي باي. هاي ارجعوا لي،
يا حليل هاي يا حليل هاي يا محمد يا صالح يا محمد يا حليل يا ولد سيتي يا حليل يا اخوة هم هني اصبر لحظه شوي يا تنيا قالوا كملنا كاسيه ايش هني كملنا كاسيه ولا كملنا كاسيه اصبر لحظه انا جيني والله هو انا عجيت طلع عني بيه نحي الحجر اقسم بالله كاميرا خفيه والله ولا لا 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 سامحني يا حما ولا لا 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 اضحك خليها لا لا وكيما جيت تجي بالك تشبك فشيك شي عدوك في لاتلين تبسيمة والعارك ليه هذه هي الكاميرا كاشي ولا لا 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 اجا وعمل طلع. متابعي قناة الجنوبية، اليوم فريق الكاميرا الخفية مش استنبط فكرة جديدة، حكاية قديمة ولات عبارة أسطورة الناس كل تعاود فيها حتى حد ما تجرأ باش يصورها. احنا اليوم باش نصوروا حكاية جديدة، تصور نمشيو الفلاح ونطلبوا منه انه باش يعاوننا في تصوير فيلم وثائقي على تربيه المواشي، ومن خلال تصوير الفيلم هذا باش نهزوا له العلاج نتاعو باش نشوفوا رده فعله. تابعونا في الحلقه هذه. متابعي قناه الجنوبيه، مرحبا بكم في برنامج عن قرب. عن قرب يجوب جميع مدن وقرى وارياف جبال وصحاري تونس ويتقرب من المواطن لكي يعيش معه اليومي. اليوم مشينا المنطقه ريفيه محليها برشا برشا، الحاجه اللي لاحظتها انه اشجار اللوز بالحق منتشره بطريقه كبيره برشا، اللوز والزيتون محليها القريه ذي. اخر البرنامج نعملوا تشنشينه وتطلعوها البلاصه ذي، لكن قبل ما نمشيو لتشنشينتنا تاع سيدي رمضان كلكم ساعه ان شاء الله رمضانك مبروك، كل عام وانت حي بخير يا وربي يحييك لمثاله. السيد هذايا ذايع صيته في منطقته، الناس كل تعرفوا بعلاقته الوطيده وارتباطه الشديد جدا جدا بقطيع الاغنام نتاعو. انسان معناها عنده علاقه محبه كبيره برشا للاغنام نتاعو. كيفاش تقضي نهارك في